مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنعرض لكم أحدث التقنيات التي من المنتظر أن نراها في الأسواق في المستقبل القريب. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. مارتيني 6.0. تعاونت كل من شركتي سيرفو ياكتس الأمريكية في كاليفورنيا مع شاتل وورث ديزاين البريطانية لتصميم هذا اليخت الفريد من نوعه. يخت يعمل بنظام توازن يتم استعماله لأول مرة في المراكب البحرية. تم تطوير هذا التصميم لأكثر من 8 سنوات، وخلال تلك الفترة خضع التصميم للعديد من التجارب للكشف عن عيوبه وإصلاحها. والنتيجة هي يخت مارتيني 6.0، يخت فائق السرعة بطول 45 متراً، وهو مزود بنظام تعليق هوائي كهربائي يربط الهيكل الرئيسي بقاعدتين تبعدان عنه بمسافة 3.5 أمتار. هذا التصميم يحد بشكل فعال من ميلان اليخت بسبب الأمواج القوية، كما يساعد على تثبيت الهيكل الرئيسي ومنع المقدمة من الارتفاع عند السرعات القصوى. كما أن التصميم يقلل من المقاومة التي تتعرض لها مروحة المحرك، مما يجعل المحرك أكثر كفاءة ب5 مرات في الظروف المثالية. HX50 هي طائرة مروحية عصرية فاخرة مخصصة للاستعمال الشخصي، وقد بدأ إنتاجها بالفعل مطلع عام 2022. تم تطوير الطائرة من طرف شركة هيلا البريطانية، وتخطط الشركة لإنتاج 260 نموذجاً أولياً منها بحلول نهاية عام 2022. أما الإعلان الرسمي عن الطائرة فقد تم عام 2020، وهي طائرة بقوة رفع تصل إلى طن و650 كيلوغراما، ومن المقرر أن تدخل الخدمة رسمياً عام 2023. حصلت الشركة المنتجة على طلبات شراء وصل عددها إلى 370 طلباً، وحسب الخبراء فإن الطلب على هذه الطائرة يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2024. شادو 60 فان. هذه المركبة الرائعة والغريبة في نفس الوقت هي مزيج بين السيارات التي نقودها في البر والدراجات المائية. تتكون المركبة من مقصورة عادية تم تركيبها على زلاجتين، وتم تزويدها بمحرك نفاث يسمح لها بالتحرك بسرعة على الماء. تم تطوير هذه المركبة من طرف شركة شادو 6، وهي شركة مختصة في صنع المركبات الرياضية وتطويرها. وعلى الرغم من وجود العديد من المركبات المشابهة في الأسواق، إلا أن شادو 60 فان هي الأفضل نظراً لتصميمها العصري واعتمادها على أحدث تقنيات التحكم. كما أن المركبة مصنوعة من ألياف الكربون، مما يجعل وزنها أخف ويسهل نقلها من مكان إلى آخر أثناء الرحلات الطويلة. نيبتون هي مركبة فضائية تم تطويرها من طرف شركة سبيس بيرسبكتيف. هذه المركبة مخصصة للرحلات السياحية، وهي تتسع ل8 أفراد. شكلها الخارجي كروي، مما يجعلها أكثر صلابة وأكثر قدرة على المقاومة. يمكن لهذه المركبة أن تصل إلى حدود الغلاف الجوي، مما يسمح لراكبيها بمشاهدة الفضاء الخارجي قبل العودة إلى الأرض مجدداً. وتؤكد الشركة المنتجة أن هذه المركبة ما زالت قيد التطوير لتكون أكثر أماناً، ومن المنتظر أن تتم زيادة حجمها لتتسع لعدد أكبر من الركاب في المستقبل. ألبين A4810. هذه السيارة هي نتيجة مجهود بذله 28 طالباً بمدرسة التصميم في تورينو، وذلك بعد أن حصل الطلبة على الدعم الكافي لعدة سنوات لتطوير سيارة رياضية تعمل بواسطة الهيدروجين. ألبين A4810 هي سيارة صديقة للبيئة بمقعدين ذات ديناميكية هوائية مثالية. تطلب تطوير السيارة جمع العديد من الأفكار لوضع مجموعة من التصاميم، وبعدها تم اختيار التصميم النهائي على حسب الكفاءة. وأكثر ما يميز هذه السيارة هو هيكلها المصنوع من ألياف الكربون، والذي تم اختيار ألوانه بعناية فائقة لإعطاء السيارة مظهراً فريداً من نوعه. وحسب الخبراء في مجال التصميم فإن هذه السيارة ستعطي الشركة فرصة لاقتحام العديد من الأسواق في العالم بعد تسويقها. بانثر كي F51. إنها دبابة قتال رئيسية من صنع ألماني، وقد تم عرض آخر إصدار منها في أحد المعارض العسكرية في 13 من شهر يونيو من عام 2022. تم تطوير هذه الدبابة على هيكل دبابة ليوبارد 2A4، وأهم ما يميزها هو برجها المزود بمدفع من عيار 130 ملم بنظام تحميل آلي. كما تعتمد هذه الدبابة على أنظمة الحماية النشطة،
مما يجعلها تستغني عن العديد من دروع الحماية الثقيلة التي تكسبها وزناً إضافياً. ومن أجل تسهيل العمل الجماعي، حرص المهندسون على توفير مساحات أوسع داخل الدبابة لأفراد الطاقم، ومن المنتظر أن تدخل هذه الدبابة الخدمة رسمياً بحلول عام 2026. AirYacht V2. يمكن القول بأن هذه المركبة هي المركبة الأكثر جرأة في عصرنا الحالي، حيث يحاول المهندسون القائمون على هذا المشروع المزج بين الطائرات والمناطيد الهوائية واليخوت، كل ذلك في مركبة واحدة يمكنها أن تطفو في الهواء. وعلى الرغم من الفخامة التي يمكن أن تتمتع بها هذه المركبة، إلا أنها حالياً ليست أكثر من خيال في عقول المهندسين في شركة لازاريني ديزاين ستوديو، لكن طموح الإنسان يجعل تجسيد هذه الفكرة ممكناً على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن فكرة اليخت الطائر قد ظهرت منذ عدة سنوات، إلا أن ما نراه الآن هو أحدث تصميم لهذا النوع من المركبات، حيث يأتي تصميم AirYacht V2 بحجم أكبر وهيكل مركزي أكثر أناقة. نأمل أن تتحول هذه الفكرة إلى حقيقة في المستقبل. إلكترا. تم تصميم هذا القارب من طرف شركة Boundary Layer Technologies، وهي شركة ناشئة يقع مقرها في كاليفورنيا. إنه قارب يعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كلي، وقد تم الإعلان عنه لأول مرة في 27 من شهر أكتوبر من عام 2021. يصل نطاق القارب إلى 185 كيلومتراً، أما سرعته فيمكن أن تصل إلى 75 كيلومتراً في الساعة. وعند مقارنة القارب الكهربائي بقوارب مماثلة له تعمل بالوقود الأحفوري، فسوف نجد أن الاعتماد على الكهرباء لتشغيل هذا النوع من المركبات البحرية يقلل من الضوضاء بنسبة 20 ديسيبل. تم تصميم إلكترا لتوفير أعلى قدر من الراحة للركاب، وقد أكدت الشركة المطورة بأن هذا القارب سيحدث ثورة في قطاع النقل البحري. أمبليم. إنه مشروع قطار يهدف إلى تحقيق التكامل بين التقنيات الحديثة والثقافة القديمة، حيث تقوم فكرة المشروع على تخصيص عربات زجاجية صغيرة تتحرك على طول سكة الحديد التي تربط مدينة ليفربول بمانشستر، والتي تم افتتاحها عام 1830، حيث سيتمكن الركاب من عيش تجربة التنقل على ذلك الخط التاريخي داخل متحف العلوم والصناعة في مانشستر. سيتروين ميامي بوغي. تم تصنيع هذه المركبة من طرف شركة سيتروين بداية من شهر ديسمبر من عام 2021، وقد تم إنتاج 50 نسخة فقط. أما عملية البيع فقد انطلقت رسمياً عبر الإنترنت بداية من 21 من شهر يونيو من هذا العام. تنقل هذه السيارة الصغيرة مفهوم المركبات الصغيرة إلى مستوى آخر، وذلك بفضل تصميمها المتميز وألوانها الزاهية. هذه السيارة الصغيرة فريدة من نوعها بسبب التفاصيل الرائعة التي يمكن أن نلاحظها بمجرد النظر إليها. ومن المنتظر أن تنتج الشركة نسخاً أخرى منها في المستقبل القريب بسبب تزايد الطلب عليها. فيوتشر فارمين. تم تصميم هذه المركبة الصناعية من طرف شركة بينينفارينا الإيطالية المختصة في تصميم السيارات. المعروف هو أن جني الثمار من مزارع الكروم بمختلف أنواعها صعب جدا، خاصة لكون الممرات بين الأشجار ضيقة للغاية، كما أن جني الثمار يدويا يستغرق الكثير من الوقت، ولذلك قامت هذه الشركة بطرح تصميم يعطينا لمحة عن مستقبل الزراعة، حيث من المنتظر أن تكون هذه الآلة قادرة على جني الثمار بسهولة من مزارع الكروم في المستقبل. وأكثر ما يميزها أنها صديقة للبيئة، فهي تعمل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية. وأخيراً، سكايتانيك. هل ترغب في قضاء بضعة أيام في فندق طائر يعمل بالطاقة النووية؟ حتى مع تطور الطاقات المتجددة، إلا أن الطاقة النووية ما زالت تلعب دوراً كبيراً في حياتنا. واليوم يسعى المهندسون لاستغلال تلك الطاقة لتطوير هذا الفندق الذي تم تصميمه من طرف توني مولمستون. إنه فندق طائر يتسع لحوالي 5000 شخص، ويطير بفضل 20 محركاً تعمل كلها بالطاقة النووية. سكايتانيك قادر على البقاء في الهواء دون الحاجة إلى الهبوط، ذلك يسمح للنزلاء بالاستمتاع بمشاهدة السحب وشروق وغروب الشمس والنجوم في الليل وحتى الشفق القطبي. أما العودة إلى المسكن فسوف يتم عبر طائرات خاصة تهبط على سطح الفندق، ليتمكن النزلاء بعدها من دخوله بواسطة مصاعد خارجية. سيكون بإمكان نزلاء الفندق الاستمتاع بإطلالة بزاوية 360 درجة بفضل الواجهة الزجاجية المحيطة بالفندق.
كما أن المكان سيضم مرافق طبية حديثة ومراكز تسوق وكل المرافق التي تتواجد في الفنادق العادية على الأرض. كما أن نظام الذكاء الاصطناعي في الفندق يمكنه التنبؤ بالمطبات الهوائية والعواصف للحفاظ على توازن الفندق دون أن يشعر النزلاء بأي شيء في الداخل. سيكون من المدهش أن نرى هذا الفندق بالفعل على أرض الواقع. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.